السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم كما راكم تشوفوا راح نديروا مع بعض ديول سون غلوتين، يعني بدون غلوتين، ندير يعني للمرضى والاصحاب الرجيم، واللي تحب ايضا يعني دير ديول ناجحين راح يعجبوكم، متاكده منهم يعني، وبنتهم روعه مثل اللي يتباعوا برا تماما، يعني احسن من هذوك تاع الكسكاس. يعني مكوناته ما فيه لا فرينه ولا سميد. عندي هنايا كاس روز مغلي مليح، لازم تخلوه يتغلى حتى يتعجن وتطحنوه في الروبو. كاس نشا، كاس ماء، بياض زوج بيضات، وملح. نعاود لكم المقادير. نجيب هنا ميكسور، لازم يكون هذا الميكسور يطحنوا فيه الجو. نحط كاس ماء عادي يكون بارد من الحنفيه، نحط عليه قرصه ملح، ونحط كاس نشا، ونحط كاس روز طيبته عادي في الماء وخليته يعني طاب شويه بزاف تنتعجن، وطحنته في الروبو هكذا باش يسهل علينا الخدمه. نحط بياض زوج بيضات ونطحنهم جيدا في الميكسور. الان بعد ما طحنتهم راح نحصلوا على هذا الخليط. شوفوا القوام نتاعو كيفاش يكون. هذا هو الخليط اللي راح نخدموا به ورقه الديون نتاعنا. شوفوا القوام نتاعو كيفاش جاي. هذا هو. فيما بعد اذا ثقب لكم انتم تخدموا تقدروا تزيدوا الماء. هنايا درت قدره تسخن، درت عليها يعني كي بدا يطلع عليها البخار نحط عليها الكريبيير، والله المقله اللي طيبوا فيها لازم تكون ما تلصقش. هنايا فقط بابي نمسح شويه بشويه زيت هكذا باش نتاكد باللي ما تلصقناش ورقه الديول. يعني عمليه جد سهله، تبعوا فقط ومتاكده انها راح تعجبكم والنتيجه يعني رائعه. هنا بالبانسو عادي كيما موفين يعني نطيبوا الديول الاخرين اللي نخدموهم بالبانسو. نمسح بهذه الطريقه في الطاجين حتى نشكل دائره، ونحاول كيفاش نقفل يعني هذوك اللي يكونوا مفتوحين الفراغات. يعني هذا الديول يصلحوا للمرضى يعني اللي ياكلوا سون غلوتين، وايضا اللي يحبوا يديروا ريجيم، وايضا اللي يحبوا يعني يديروهم غير هكا. كاين اللي يحبوا يعني ديول ساهلين وناجحين وبنتهم والله ما تفرق على اللي يعني اللي تخدموهم، يعني ينشروهم من برا احسن من تاع الكسكاس. تاع الكسكاس يعني كي تقليهم تجي فيهم بنت نشا بزاف. عجبوني هادو بصراحه يعني، وكل وحده تجرب واش تحب. يعني تبعوا الطريقه. نحاول نقفل يعني الاماكن اللي يكون يعني فيهم الفتحات. يعني راهي عمليه سهله ومقادير بسيطه. هذه الكميه تعطيكم حوالي 13 ورقه تاع ديول. نخليها تطيب على البخار حوالي دقيقتين حتى نشوف الورقه نتاعنا بدات تنشف. بهذا الشكل يعني تبدا تنشف بالعقل. يعني صدقوني كي تقلوهم يعني كي تصنعوهم بوراك او بريك وتقلوهم راح تتحصلوا يعني على واحد القرمشه رائعه وبنه هايله احسن من تاع الكسكاس. يعني راني مثلكم في رايي الخاص وبصراحه. يعني وراهي فكره مليحه. ديول بنشا والروز فقط، ما فيهمش يعني لا فرينه ولا سميد. يعني خليت التصوير امامكم بالعاني طويل. الان نحاول كيفاش نبدا نحي فيها من الاطراف وخلوها يعني بعقلها وحدها راح يعني يتنحاو الاطراف وحدهم. الان بعد ما نشفت ننزعها من المقله، راح تنزع لكم يعني يتنحى لكم بكل سهوله. نعاود نفس الطريقه، نمسح الزيت بالبابي ونرفد كميه من العجين بالبانسو ونمشي في المقله بهذه الطريقه.
طبعا النار تكون شويه ناقصه، يعني نديروا القدره تسخن من قبل. كي يبدا يغلي الماء نقص النار ونحط المقله ونبدا نطيب في غرضي. يعني هاد العمليه سهله بدون ما يعني ما تخفي يدك، تقدري يعني تخدميها بلا ما تفسدلك ورقه الديول. يعني بصراحه هادو هما اللي راح يكونوا معتمدين عندي، يعني في رمضان، يعني سواء نشري سواء نخدم هادو احسن من ديول تاع الكسكس صراحه. انه البنه نتاعهم يعني صحيح تحصلي على نتيجه رائعه وناجحه، وكتقليهم ايضا راح يجوك يتقرمشوا، لكن البنه راح تجي فيهم بنه نشا. هكذا باش نكون صريحه معكم، وكل وحده طبيعه الحال كما سبق وقلت لكم تجربوا واش تحب. شوفوا يعني الاطراف يبداو يتنحوا وحدهم، هنا تعرفوا بلي ورقه الديول نتاعكم راهي طابت. نحيها. هنا ملاحظه فقط نسيت ما ذكرتهاش، انه كل ما تنحي ورقه الديول لازم تدهني لها الوجه نتاعها جيدا بالزيت، باش كي تحطي يعني يعني الورقه اللي بعدها فوقها ما تلصقش. اذا ما دهنتيش بكميه هائله من الزيت راح يلصقوا. يعني دهنيها مليح بالزيت، انه كما شفتوا الوصفه ما فيهاش الزيت. كل ما تنحي وحده حطيها فوق سيرفييت ومسحيها جيدا بالزيت، يعني الوجه نتاعها مسحيه جيدا بالبانسو بالزيت، وحطي فوقها الطبقه الاخرى، وكملي يعني بهذه الطريقه حتى تكملي كل الحبات اللي عندك. انا الان راح نقطع الصوت وراح نخليكم تشوفوا كامل كيفاش طيبتهم، ونرجع لكم فيما بعد. الان كما راكم تشوفوا، الان بعد ما كملت يعني طيبتهم كامل بنفس الطريقه، راح نتحصل على هذه النتيجه. يعني شوفوا ورقه شفافه رائعه، وكتقليها يعني تجي جد مقرمشه. ها هي النتيجه. ودهنوا بالزيت بيناتهم، ما تنساوش يعني لازم تكون كميه مليحه من الزيت باش ما يلصقلكمش انهم رقاق بزاف. نكمل يعني نفتحهم كامل بنفس الطريقه، يعني راهم مفتوحين حتى يعني اذا ظهر لكم يعني ليها شويه تقطعت شويه في الوسط، ما تخافوش لانه يعني البوراك رايحين نروليوه. ها هي النتيجه يعني رائعه كما راكم تشوفوا الان. يعني حاولت يعني نسييهم، درت يعني فخسيتهم بالبطاطا، يعني بيرفدوا كميه مليحه ما يتقطعوا لكمش وما يتثقبوش في المقله. درت يعني فورت البطاطا، درت لها شويه زيتون وشويه معدنوس ماشي بزاف، وندير كميه من الجبن، ونحاول نقفل بنفس الطريقه اللي نقفل فيها البوراك بهالطريقه. ها هي يعني تتروليها بسهوله. يعني حاجه سهله وراح تتحصلي على نتيجه رائعه. كما قلت لكم يعني حتى اذا يعني لانهم رقاق بزاف، يعني طبيعه الحال راح يعني يتقطعوا لكم شويه في الوسط ولا على الجهه، ما تقلقوش لانه راح يعني نروليهم بوراك ما يبانوش. بعد ما نكمل كل البوراك تاعي بنفس الطريقه، الان بعد ما كملته كامل بنفس الطريقه نجوزو نقلوه مع بعض. الان كما راكم تشوفوا حطيت في المقله يعني الزيت يسخن. بعد ما سخن جيدا حطيته على نار متوسطه، ما تكونش قويه بزاف وما تكونش ناقصه بزاف. راح تتحصلوا على هذا البوراك يعني يجي مورق من داخل. تحذف لي فقط الفيديو كيفاش يعني قطعت لكم، يعني كنت حابتكم تسمعوا القرمشه. نتمنى انهم ينالوا اعجابكم، والى اللقاء.